هذا الشهر الكريم شهر رمضان هو الشهر الذي فرض الله صيامه على المسلمين وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، فالواجب على أهل الإسلام أن يصوموه رجالا ونساء ممن بلغ الحلم، ويستحب لغير من بلغ الحلم أن يصوم، وعلى وليه أن يأمره بذلك إذا أطاق الصيام حتى يعتاده. وهذا الشهر الكريم شهر تكفر فيه السيئات وتضاعف فيه الحسنات وتعتق فيه الرقاب من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وسلسلت الشياطين. وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر، ولله يعتق من النار ولا كل ليلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى رمضان يبشر أصحابه ويقول: أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله.